الجزائر، حيث قالت مصادر في المعارضة الجزائرية إن عددا من الأشخاص بينهم نائب في البرلمان أصيبوا بجروح خلال مظاهرة دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض. وقال مسؤول جزائري أن 7 من رجال الشرطة جرحوا في مواجهات مع المتظاهرين. في هذه الأثناء حذر رئيس الحكومة الجزائرية السابق سيد أحمد غزالي مما سماه تسونامي سياسي في الجزائر إذا لم تجري الحكومة تغييرات سياسية.